الفرنسية، لها في عفوا حين أستاذ جمال، إيران لم أستاذ يتعرض جمال، لها أي. تحقيق الدولة الفرنسية، الدولة التي نعيش فيها، نعم. حققت مع من قاموا بهذه العمليات. هناك العديد من المئات الذين هم في سجون فرنسا اليوم، والمحاكم الفرنسية ووزارة العدل الفرنسية حققت معهم. نعم. بعد التحقيق تبين هؤلاء متأثرون بالفكر السلفي الوهابي. طيب الفكر السلفي الوهابي أو أي فكر آخر متطرف، هل يعني المملكة العربية السعودية لم أقل هي المملكة. تدعمه؟ لا. يعني أنا لم أقل المملكة. أيوة. عفوا، أنت أنا لم أقل المملكة. أو السلفي موجود في كل مكان، انظر إلى موجود في العراق استنتاجك. وليبيا أنا تكلمت على الوهابية ولم أتكلم على المملكة. لم أتكلم على دولة، أنا أتكلم على فكرة. الأستاذ عادل قال ما وراء هذا الإرهاب الجنوني هناك تطرف، وهذا التطرف وراءه فكر، وراءه منبع فكري. نعم. إذا كان شخص يأخذ شاحنة في نيس ويدعس أكثر من 200 شخص بأي فكر، هذا دعس هؤلاء، دعسهم هل الفكر الوهابي عبر الانترنت. نعم. الفكر الوهابي نعم. لنمنح المجال للأستاذ عدوان. لا الأستاذ عدوان، لا توضيح عفوا، توضيح تقني. أستاذ عدوان، أنت طبعا تفضل. فقط توضيح، الرجاء عدم استغلال وضعنا هنا في الاستوديو لتهميش الأستاذ عدوان. تفضل أستاذ عدوان. أنا عندي مشكلة في الصوت. الكلمة لك أستاذ عدوان، لندن. أولا إذا سمحت لي، عندي إشكالية في الصوت، أعتقد يصل بعد 3 أو 5 ثواني، ولهذا هذا صحيح. أريد أن أتحدث عن موضوع محدد جدا، لأن هناك ستيريوتايب يردد منذ عشرات السنين عن مسألة الفكر الوهابي. الفكر الوهابي، نعم، محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بالفكر من رأسه، ولم يكتب هذه الكتب بالمؤلفات خيالية، وإنما تتلمذ وإنما درس أيضا على عدة علماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جاء من سوريا. فلا يمكن أن أبدأ فقط بحصر كل ما يحدث في العالم الإسلامي يقول أن السوريين هم الذين صدروا هذا الأمر. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الدكتور عماد الدين الحمروني أكاديمي، أنا لا أريد أن أحرجه أمام المشاهدين وأقول من هم المتهمين الذين قالوا أنهم تأثروا بالفكر السلفي الوهابي، ويذكر مصدر الحديث لهم لأسباب كثيرة. لا يعرف ضيفك في الاستوديو ولا هؤلاء المراهقين الذين قتلوا أي فتوى لمحمد بن عبد الوهاب، بل إن فتوى التترس الشهيرة والتي تجيز قتل كل من هو أمامك حتى تصل إلى العدو هي فتوى لابن تيمية، وهو الفكر الذي يستند عليه تستند عليه بعض الجماعات مثل القاعدة. فإذا أتينا نتحدث عن الفكر الوهابي ونحن نريد المشاهد العربي أن يستفيد، أنا أريد من ضيفك أن يتحدث ما هي أبجديات هذا الفكر، وما هي الفتاوى، وما هي الكتب، وما هي المراجع. أما أن نردد كلام فقط لنسقط على دولة معينة أو إلى آخره، فلا أعتقد أن الإرهاب سينتهي بهذه الطريقة، ولا أعتقد أن المشاهد سيستفيد نهائيا. هل هناك مشكلة في العالم الإسلامي؟ نعم. هل هناك محاولة لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين؟ نعم. هل هذه بادرة جيدة للحرب على الإرهاب؟ نعم. لا يمكن أيضا أن أقول أن السعودية أو الفكر الوهابي أو الفكر السلفي الذين قاموا بتنفيذ مجزرة باريس قبل عامين تقريبا، نعرف أنهم من إحدى الجنسيات العربية، ولكن هذا لا يهم. المهم أنهم كانوا لديهم حانة وكانوا يتعاطون الحشيش، لم يقرأوا فتوى ولا فكر لا سلفي ولا وهابي، ولا يعرفون من هو ابن تيمية ولا غيره. هؤلاء أناس يعانون من حالات نفسية قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية. لا نريد أن نقف طيلة الحلقة على مسألة الفكر الوهابي. أيضا المقدم العزيز قال كلمة على أن 15 من الذين نفذوا مثلا هذه العملية من السعودية، أو أن هناك حديث عن الفكر الوهابي بعد 11 سبتمبر. هل يحق لأي باحث سعودي أو محلل سياسي سعودي أو باحث في شؤون الإرهاب أن يبحث عن جذور الفكر التونسي مثلا، لأن هناك 3000 تونسي موجودين في داعش وهي الجنسية الأعلى؟ بلا شك لا. لن يرضى الشعب التونسي، ولن ترضى القيادة التونسية، ولن يرضى العرب ولا المسلمين. إذا أردنا أن نستمر في هذه الحلقة بإسقاطات على الفكر الوهابي، لا أمانع، لأنني لست مدافعا عنه، ولكن أن يستفيد المشاهد العربي ببعض الفتاوى وينيرنا عماد الدين الحمروني، بدلا من أن يستهتر بالضحايا الذين ماتوا في السعودية ويقول أنه 10 ولا 20 سقطوا وليس مقارنة بالمئات. هل عدد الضحايا هو المقارن الأساسي؟ لا. هؤلاء أناس لدمائهم حرمات، سواء الذين ماتوا في سيناء أو الذين ماتوا في مجزرة الشاطئ الشهيرة في تونس أو غيرها. يجب علينا أن نناقش الأمور بتفاصيلها. من هو الإرهابي الفرنسي الذي قال لعماد الدين الحمروني أو قرأ عن عماد الدين الحمروني أنه تأثر بالفكر السلفي والوهابي؟ لا يوجد. ولكن فقط لأرمي كلام على الهواء،
حتى أجذب المشاهد وأقول بعض الكلام الذي الغرض من هذا النقاش حتى الآن ليس يعني الدخول في مواجهة ثنائية بين ضيفين، وأنها ستتجاوز وما زلنا حتى هذه اللحظة نتحدث عن الفكر الوهابي. عفوا